طيب تعالوا نشوف كده تشكيل الفرقتين المتوقع من وجهة نظري. هنبدأ بتشكيل نادي الزمالك. هيلعب في حراسة المرمى بمحمد صبحي، هيلعب باثنين مساكين حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، باك شمال محمود بن تايج، باك يمين عمر جابر. في نص الملعب هيلعب بخط نص مدافع رقم 6 دونجا، هيلعب بعبد الله السعيد في مركز 8، هيلعب بناصر ماهر في مركز 10، هيلعب بخوان بزيرة وينج رايت، وهيلعب بادم كايد وينج ليفت، وهيلعب قدام طبعا بعدي الدباب. الخطة في مجملها 4-3-3 بتتقلب ل 4-2-3-1. ادي 4-3-3 اللي هي قدامنا دي، ممكن لو حب يقلبها 4-2-3-1 بينزل عبد الله السعيد هنا جنب دونجا، وبيبقى بيلعب باتنين 6 في مركز 2 في مركز 6، يعني بيلعب باتنين خط نص مدافع اللي هم الدبل بيفوت، وهيلعب قدامهم مثلا بناصر ماهر، وقدام بيخش ادم كايد في الوينج الشمال وخوان بزيرة في الوينج اليمين، وفي قدام عدي الدباب. ادي 4-2-3-1 ده في حالة ان هو يلعب 4-2-3-1، ولكن انا بقول مبدئيا ان هو يلعب 4-3-3 زي ما احنا شايفين كده. هيلعب 4-3-3. تعالى الناحية التانية للتشكيل المتوقع للنادي الاهلي. هيلعب في حراسة المرمى محمد الشناوي، هيلعب باثنين مساكين ياسر ابراهيم وياسين مرعي، هيلعب في الباك اليمين بمحمد هاني، والباك الشمال باحمد نبيل كوكا، هيلعب باثنين استوبرات خط نص مدافع مروان عطية ومحمد علي بن رمضان، هيلعب قدامهم بثلاثة تريزيجيه في القلب، بن شرقي ناحية الشمال وحسين الشحات ناحية اليمين، وهيلعب قدام بشريف. الخطة في مجملها 4-2-3-1، وممكن تقلب برضو 4-3-3 لو خلى مروان عطية كده في النص وجاب بن رمضان قدام وخلى الشحات وبن شرقي بالشكل ده كده، هيبقى بنلعب ب4-1-2-3 اللي هي 4-1-2-3 او 4-2-3-1. كل دي خطة من ضمن الخطط ال4-3-3 المتعارف عليها. لكن مبدئيا احنا بنقول ان هو هيبدأ بنفس الخطة دي اللي هي 4-2-3-1. 4-2-3-1 تمام. طيب انا حطيت ياسين مرعي هنا بناء على ايه بقى؟ حطيت ياسين مرعي بناء على العش مستواه مش احسن حاجه، دي رقم واحد. رقم اتنين، ياسين مرعي واضح من الماتشات اللي لعبها بالذات الماتش بتاع حرس الحدود ان هو الولد ما عندوش حته الهيبه، ما بيهبش الموقف، يعني بيلعب وبيأدي، ما فيش ادنى مشكله خالص بالنسبه له. تمام. هنا حطيت برضو في ناحيه الشمال كوكا مكان برضو العش، مع ان العش كان بيلعب باك شمال الفتره اللي فاتت، بس انا بقول كوكا ليه؟ كوكا لان خبرته كبيره جدا في الماتشات الكبيره، عنده خبرات بترجح كفته عن كفه العش، فانا بقول هيبدا بالكوكا. تمام. محمد علي بن رمضان طبعا راجع من الاصابه، فالراجل هيلعب مفيش فيها كلام. تريزيجيه بقى هنا المراكز بقى هنا، تريزيجيه هيلعب في الحته دي على اساس انه يبقى تحت كصانع العاب، يلعب كصانع العاب، ويبدا ان هو يوزع اللعب ما بين بن شرقي وحسين الشحات. في نفس الوقت ممكن يتبادل الادوار مع الشحات، وممكن يتبادل الادوار مع بن شرقي زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. وممكن يتبادل الادوار مع بن رمضان بالشكل ده. تمام. المهم هي الخطه دي فيها نوع من المرونه، يعني وجود تريزيجيه في المنطقه دي بيديله نوع من المرونه. طيب مبدئيا كده احنا عرفنا التشكيل المتوقع للفرقتين، وقلنا تشكيل الزمالك بالخطه اللي هيلعب عليها المدرب، وتشكيل الاهلي بالخطه اللي هيلعب عليها المدرب. تعالوا دلوقتي نعمل مقارنه سريعه كده ما بين السكواد بتاع الفرقتين ونشوف نقدر نخرج منه بايه. هنا عملت لك تيبل بسيط كده نقدر نبين فيه الفرق ما بين المراكز في الفرقتين، والكفه بترجح او بتميل لناحيه مين، عشان نقدر نخرج كسكواد مين اللي اتقل، سكواد الاهلي ولا سكواد الزمالك. فاحنا هنشوف بس عن طريق المقارنه البسيطه دي، هنشوف كده وهنحلل البيانات ونشوف. في حراسه المرمى بالنسبه للاهلي محمد الشناوي، بالنسبه للزمالك محمد صبحي. الظهير الايمن بالنسبه للاهلي محمد هاني وعمر جابر، بالنسبه للزمالك. قلب دفاع اهلي ياسر ابراهيم، الزمالك محمد اسماعيل. قلب دفاع ياسين مرعي بالنسبه للاهلي، حسام عبد المجيد بالنسبه للزمالك. الليفت باك كوكا في الاهلي ومحمود بن تايج في الزمالك. في الوسط الدفاعي مروان عطيه اهلي، نبيل عماد دونجا زمالك. وسط محوري بن رمضان، وسط محوري ده اللي هو الخط النص المحوري اللي هو بيلعب بوكس تو بوكس، اللي هو بيلعب 8. بن رمضان في الاهلي، عبد الله السعيد في الزمالك. وسط
وسط هجومي تريزيجيه في الاهلي، ناصر ماهر في الزمالك ده اللي هو بيلعب مركز 10 صانع الالعاب. الجناح الايمن الشحات او طاهر في الاهلي، وفي الزمالك خوان بزيرة. الجناح الايسر بن شرقي في الاهلي وادم كايد في الزمالك. المهاجم الصريح محمد شريف في الاهلي وعدي الدباغ في الزمالك. تعالى في التيبل رقم 2 هنا هنشوف مقارنه بين المركز الواحد واللعيبه اللي بيلعبوا فيه سواء للاهلي او للزمالك، ونشوف مين الافضل. في مركز الجول كيبر عندنا في الافضل محمد الشناوي اهلي. عندنا في مركز الظهير الايمن عمر جابر افضل طبعا بيلعب في الزمالك. عندنا في مركز سنتر باك ياسر ابراهيم من الاهلي وحسام عبد المجيد من الزمالك، لان طبعا ياسر ابراهيم افضل من محمد اسماعيل كخبره، وحسام عبد المجيد طبعا افضل من ياسين مرعي برضه كخبره. في الباك الشمال عندي محمود بن تايج طبعا افضل من كوكا. خط النص المدافع المحوري طبعا في عندي في الزمالك نبيل عماد دونجا، وفي الاهلي مروان، فهم الاثنين تقريبا متساويين يعني في الاداء. خط النص المحوري اللي هو الثمانيه البوكس تو بوكس عبد الله السعيد وبن رمضان. طبعا هرجح كفه عبد الله السعيد لسبب، لان عبد الله السعيد فعلا متالق الفتره الاخيره، شايل الزمالك. الراجل بيلعب 90 دقيقه ما شاء الله، عنده 41 سنه، راجل متالق جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت محمد رمضان لسه الراجل راجع من اصابه، فاكيد طبعا مش هيبقى فت ويديك القدرات بتاعته، ناهيك عن انه اصلا لسه ما جابش الفورمه بتاعته لما كان بيلعب في الفريق بتاعه القديم قبل ما يروح الاهلي. تمام. فانا يعني مش هرجح طبعا كفه محمد علي بن رمضان. اكيد طبعا عبد الله السعيد راجل بصراحه يعني مقدم موسم ممتاز جدا لغايه دلوقتي. تمام. نيجي قدام هنا في الوسط الهجومي اللي هو مركز 10 عندي ناصر ماهر وتريزيجيه. طبعا هختار تريزيجيه. عندي في الباك في الوينج اليمين عندي الشحات او طاهر وخوان بزيرة، هختار طبعا خوان بزيرة. في الوينج الشمال عندي بن شرقي وادم كايد، هختار طبعا بن شرقي. وفي مركز المهاجم محمد شريف وعدي الدباغ، الاثنين ايكوال متساويين تقريبا، فمش هقدر اختار حد منهم. نيجي هنا للتيبل الاخير ده هنشوف الفريق متفوق في كام مركز. الزمالك متفوق في 5 مراكز اللي هم الباك اليمين والباك الشمال والسنتر باك. والسنتر باك ده الاهلي متفوق بيه في مركز تاني برضه، يعني الزمالك متفوق على واحد والاهلي واحد متفوق على واحد، عشان كده ما علمناش عليه. ومتفوق في مركز خط النص المحوري اللي هو الثمانيه عبد الله السعيد. ومتفوق في مركز الرايت وينج اللي هو اخوان بزيرة. النادي الاهلي متفوق في 4 مراكز، الجول كيبر محمد الشناوي طبعا، والسنتر باك ياسر ابراهيم، والخط النص الهجومي اللي هو تريزيجيه، والرايت وينجر اللي هو بن شرقي. طيب اللي متعلم عليه بالاخضر ده يا جماعه دي مراكز الخطوره، الحاجات اللي فيها خطوره. يعني لما نبص كده نلاقي الرايت باك والليفت باك، يبقى اذا الزمالك عنده الباكين بتوعه اقوى من الباكين بتوع الاهلي. يعني الباكين بتوعه اقوياء جدا، اقوى من الباكين بتوع الاهلي، وده هيرجح كفه الزمالك في عمليه الخروج بالهجمه من تحت، وعمليه السرعه في الهجوم والدفاع. هتبص تلاقي فرقه الزمالك فعلا عندها نوع من التحكم في الاجناب، لان انت عندك برضو قدام الجبهه بتاعت خوان بزيرة اللي هو رايت وينجر. جبهه خوان بزيرة هتلاقيها شغاله، خوان بزيرة عمر جابر. الجبهه الناحيه الثانيه هتلاقي عندك ادم كايد ومحمود بن تايج. فاذا الجبهات بتاعت الزمالك هتبقى بنسبه كبيره مستحوذه وقويه جدا عن جبهات الاهلي. الاهلي متفوق في المركزين اللي هو الجناح الايسر اشرف بن شرقي، وصانع الالعاب اللي هو تريزيجيه. فدايما هتلاقي الاهلي بيهاجم من ناحيه تريزيجيه واشرف بن شرقي، دايما هتلاقي الجنب ده الناحيه الشمال دي بتاعت الاهلي اللي هي الناحيه اليمين بتاعتنا احنا، معظم الهجمات بتتم عن طريقها. بس يطمنا ايه بقى؟ لان احنا لسه قايلين ان احنا عندنا الجبهه اليمين بتاعتنا متفوقه جدا جدا جدا، اللي فيها بزيرة واللي فيها عمر جابر. طب هتقول لي بزيرة مش مدافع جامد، ما هو انا بقى عندي في الحته دي عمر جابر وعندي عبد الله السعيد وعندي دونجا، الثلاثه دول بيعملوا بول بلوك كويس جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت مش هيقدر كوكا ان هو يطلع يساند تريزيجيه وبن شرقي، لان وجود بزيرة في الملعب هيخلي المدرب عماد النحاس يدي تعليمات لكوكا بعدم التقدم، لان بزيرة مشكله كبيره جدا. لو هو اتقدم وبزيرة قطع من وراه او راح بكوره بيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه على الباكات، حتى كمان السنتر باكس بتوع الاهلي عشان من الصراع عندهم بطء يعني بطء نسبي. فعندي بزيرة قوي جدا. نرجع هنا تاني
التكتيك بورد بتاعتنا ونشوف اللي احنا قريناه دلوقتي ده عن طريق المعلومات وعن طريق التيبل اللي احنا عملناه معناه ايه. بص يا سيدي، انت عندك اتفقنا على ان الجبهه اليمين بتاعت الزمالك دي خطر جدا 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 جدا. ليه بقى؟ لان اخوان بزير لما بيتقدم بيوقف معاه احمد نبيل كوكا. تعالى بن شرقي دايما بيبقى قاطع قدام. بن شرقي ما بيعرفش يدافع يا جماعه زي اخوان بزيره بالظبط مبدئيا كده. طيب بن شرقي لما بيتقدم عمر جابر لازق فيه، محمد اسماعيل مرحل عليه، دونجا. احنا بنقول الكرة بقى في الناحيه دي، الكرة في الناحيه دي، المنطقه دي بيبقى فيها دونجا وناصر ماهر او عبد الله السعيد، بيبقوا بالشكل ده كده اهو، تمام. وبتبص تلاقي عمر جابر ومحمد اسماعيل ودونجا بهذا الشكل. يعني بمعنى اصح الاربعه بتوعنا زي ما احنا قلنا اهو، اربعه تمام، وادي ثلاثه وادي ثلاثه. بس اخوان بزيره دايما بيبقى قدام، ما بيعديش نص الملعب. اخوان بزيره دايما هنا، فاخوان بزيره هنا بيبقى موقف مع كوكا، كوكا ما يقدرش يتقدم. يعني الكره لو بن شرقي مش هتقدر تلاقي كوكا متقدم. هتلاقي مين بقى اللي متقدم له؟ هتبص تلاقي تريزيجيه هو اللي في الحته دي، تريزيجيه دايما هو اللي في الحته دي. وهتلاقي شريف قاطع جوه كده، تمام. وهتلاقي محمد بن رمضان هنا اهو، ومروان عطيه هنا اهو. الشحات هيبقى قاطع الناحيه الثانيه في الحته دي ومرحل كده مع طبعا حسام عبد المجيد. طيب هنا بقى فاكرين الجون اللي جه بتاع الجون جه ازاي؟ جه بالطريقه دي. كان حسام عبد المجيد، شريف كان هنا، وحسام عبد المجيد مش عارف يقف مع شريف ولا يطلع مع الشحات. ليه؟ عشان خاطر وينج الشمال اللي هو كان بتاعنا احنا شيكو بنزا كان في نص الملعب، وبالتالي اضطر عبد الله السعيد كان واقف كده اهو، ودونجا اللي هو مكان دونجا كان محمد حمدي كان واقف هنا كده بالشكل ده، تمام. اضطر ان هو يعمل ايه؟ اضطر ان هو ده يقف مع ده كان في الجنب كده، ده وقف معاه كده اهو. فده لما لقى ده بقى بيتحرك طلع معاه، قطع المهاجم من ورا، وده قام لعب له الكوره بالشكل ده كده اهو، لعب الكوره كده اهو، الراجل خدها، طلع ده معاه، كان عبد الله السعيد في ظهره كده، الراجل لعب الكوره للراجل اللي جاي فاضي من ورا، الراجل حطها في الجون على طول. فالكوره دي مش عايزينها تتكرر تاني. وما تتكررش تاني ازاي؟ لما يكون الراجل ده معاه الكوره، واحنا قلنا تريزيجيه دايما هتلاقيه هنا، هتلاقي مروان عطيه هنا، هتلاقي دايما بن رمضان واقف في الحته دي، والشريف قاطع هنا اهو، والشحات قاطع الناحيه التانيه. طب ده يتعمل الموقف ده بقى يتمسك ازاي؟ انا عندي عدي دباغ اولا قدام، الراجل ملوش لا ناقه ولا جمل. اخوان بزيره في الحته دي مع كوكا، تمام. طيب اخوان بزيره هيخلي كوكا ما يهاجمش، فاحنا هنفترض ان كوكا فعلا مش هيهاجم، وان كلامنا هيتحقق ان هو كوكا مش هيهاجم. فاذا اخوان بزيره خلاص موقف كوكا. انا عندي هنا تريزيجيه بيطلع معاه مين بقى؟ ايوه برافو عليك، فينه اهو، دونجا في الحته دي، وعبد الله السعيد هنا مع بن رمضان في المنطقه دي. هنا يتفضل عندنا مين؟ يتفضل عندنا شريف والشحات. طب شريف محمد اسماعيل، الشحات حسام عبد المجيد. يحصل ايه تاني؟ كده تمام؟ هقول لك لا مش تمام. هقول لك الحته دي ما ينفعش محمد اسماعيل يسيب المنطقه دي، لازم حسام عبد المجيد هو اللي يكون مع شريف. ايوه كده اهو، شريف مع حسام عبد المجيد ما بينه وبين محمد اسماعيل كده اهو. ليه بقى؟ عشان بن شرقي لو عدى مع عمر جابر يلاقي محمد اسماعيل، دونجا لو عدى منه تريزيجيه يلاقي محمد اسماعيل. طيب لو عدى من ده لقى شريف مع حسام عبد المجيد. طب والشحات ده بنتايج اللي هو افضل من فتوح، عشان فتوح ما بيعرفش يدافع وما بيرجعش. يبقى منظرنا بالشكل ده كده، ادي الاربعه بتوعنا، وادي الاثنين، وادي الثلاثه، وادي الواحد. طبعا ادم كايد هيبقى في الحته دي كده عشان ايه؟ الطلوع بالهجمه. ده كده مبدئيا شكل هجمه الاهلي المحتمله اللي هيلعب عليها المنطقه دي. احنا طبعا مش هنتكلم عن الناحيه اليمين، احنا هنتكلم كلنا على الجنب الشمال اللي ظهر لنا من التحليل بتاع السكيدول. لازم شكل الزمالك يكون بالشكل ده كده كده اهو، بن شرقي مع عمر جابر، تريزيجيه مع دونجا، بن رمضان مع عبد الله السعيد، محمد شريف ما بين محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، وبنتايج ماسك الشحات. هي دي النقطه اللي بنتكلم عليها. تعالى بقى نتكلم على الزمالك ويقدر يلعب ازاي، والاهلي في الحاله الدفاعيه. تعالى بقى الناحيه الثانيه بالنسبه للزمالك. بص يا سيدي، في عجاله شديده كده، الزمالك خطورته كلها من ناحيه اليمين، المنطقه دي هي اللي فيها الخطوره كلها بالنسبه للزمالك.
مش هقول لك الناحيه الشمال واقفه عندنا، لا شغاله برضو، بيجي منها اهداف، وادم كايد بيعمل شغل جدا كويس قوي 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 مع فين مع ناصر ماهر. يعني ناصر ماهر بيتحرك في الحته دي كويس قوي قوي قوي، هو وادم كايد مع بعض، وبيحصل بينهم تبادل مراكز كويس قوي مع بنتايج. تمام، بيقدروا ان هم يعملوا مثلثات، وبيقدروا ان هم يقدر ان هو يلعب كوره عرضيه لعدي الدباغ. تمام، بتأثر وبتعمل يعني خطوره جامده جدا جدا، وشفناها كذا مره الموضوع الثنائيات ده. لكن انا هكلمك دلوقتي بقى الحته اللي فيها خطوره شديده بالنسبه لنادي الزمالك اللي هيلعب عليها ان شاء الله. ولو لعب عليها بامر الله تعالى يعني هي هيبقى فيها مكسب لينا كويس جدا. بس اهم حاجه يا جماعه الوقف، هنوقف ازاي؟ اهم حاجه هنوقف ازاي. بص يا باشا، مبدئيا كده، مبدئيا محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد لو في هجمه ما يطلعوش بره خط ال 18، بره نص الملعب، واقفين بالشكل ده كده. محمد شريف ورا هو وبن شرقي، محمد شريف قدام هو وبن شرقي، الاثنين دول ما يتحركوش، يفضلوا في المنطقه دي كده اهو ثابتين. دونجا اخره تلت الملعب. الملعب عباره عن تلات تلات، ادي تلت، ادي التاني، ادي التالت، ما يعديش تلت الملعب في الحته دي. ليه؟ عشان لو حصلوا في اي هجمه مرتده، الشناوي ساعات بيبقى معاه الكوره، تمام، بياخد الكوره يلعبها قدام في الهجمه المرتده، فجاه بتلاقي واحد زي تريزيجيه ده طلقه قدام، تلاقي بن شرقي فتح، تلاقي الشيف دخل جوه، تمام، تلاقي واحد زي الشحات دخل في نص الملعب، على ثلاثه راحت القصه. لكن تعمل ايه بقى؟ لما يبقى ده عندك هنا وعمر جابر في المنطقه دي ما بيتقدمش كتير، بنتايج هو اللي بيسرح شويه من ناحيه الشمال هنا، عشان خوان بزيرة دايما بيخش وبيلعب العرضيات وبيقدر واحد على واحد يعدي. تمام، خلي عندك دايما المنطقه دي، المنطقه دي شغاله، والمنطقه دي الباك شغال فيها، لان كمان بنتايج سريع وبيرجع بسرعه. تمام، خلي دايما زي ما قلنا حسام عبد المجيد هو محمد اسماعيل ما يتقدموش من المنطقه دي خالص، ما يتقدموش من المنطقه دي خالص. ادي شريف اهو، تمام، مع حسام عبد المجيد، وحسين الشحات طبعا في الهجمه اللي بتبقى عليهم بيبقى ايه الراجل راجع في نص الملعب كده. تمام، اهم حاجه دونجا ما يعديش تلت الملعب التاني، تلت الملعب التاني ما يعديش، ما تلاقيش دونجا هنا، لا المنطقه دي بتاعت عبد الله السعيد دي هيشتغل فيها عبد الله، انت يا دونجا اخرك هنا، ومحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد اخركم هنا، الا لو في ضربه ركنيه اوكي ماشي، اطلع وارجع تاني. لكن انا بكلمك كده، فانت كده الاثنين دول ما يتقدموش، دونجا كده ما يعديش خط التلت، تمام، بحيث يكون ايه في تامين دفاعي. طب المنطقه الهجوميه عندك بقى بسم الله ما شاء الله خوان بزيرة، عمر جابر برضه بص خد بالك، انا مش هنا بقى مش هعمل نفس اللي عمله كوكا مع خوان بزيرة. يعني كوكا عمل ايه؟ كوكا وقف عشان خوان بزيرة، ان كوكا ما عندوش الخبره انه يطلع يهاجم ويرجع يدافع، مع انه هو راجل خبره في ماتشات عموما، لكن مش هيقدر ان هو واحد على واحد خوان بزيرة وبتاع، وخبرته ما تسمحلوش. انما عمر جابر يقدر يعمل دي، لان خد بالك عمر جابر فيه قدامه كام من الناحيه بتاعته دي ناصر ماهر، فناصر ماهر برضه بيشيل من عليه في حته الهجوميه كويس قوي، وعبد الله السعيد ساعات بيبدل مع ناصر، فبتلاقي الامور ايه ماشيه. تمام، عمر جابر هيبقى في المنطقه دي كده، ويبدا ان هو ايه يعمل تبادل مراكز مع خوان بزيرة في الكوره. ناصر ماهر طبعا بيلعب في المنطقه دي حوالين مروان عطيه وحوالين ياسين مرعي، اللي هو هيبقى ملبوخ يمسك خوان بزيرة ولا يمسك عمر جابر ولا يطلع مع ناصر. تمام، وده الدباغ ياسر معاه، وهاني وقف بنتايج. طبعا بنتايج هيقدر يعدي من هاني بكل سهوله. هي بص بص انت كده، بص لي كده على المنظر ده، بص لي على المنظر ده، لو المنظر ده حصل الزمالك ان شاء الله يكسب بكل سهوله. خوان بزيرة، عدي الدباغ، ادم كايد، بنتايج، قدامهم اتنين ناصر ماهر وعبد الله السعيد وعمر جابر شغال في الناحيه دي عشان هي الناحيه الاقوى بالنسبه لنا. ودونجا ما يتقدمش عن المنطقه دي، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد في المنطقه دي. لو الزمالك عمل كده الزمالك يقدر بكل سهوله يخرج بالكوره، بكل سهوله يخرج بالكوره، بكل سهوله يخرج بالكوره، وتقدر ان هي يقدر انه يجيب جون بكل سهوله ويخترق دفاعات الاهلي. دفاعات الاهلي ما تقدرش ان هي ايه، كل دي مثلثات عمال اعملها لك، يعني مثلثات هي عمال اعملها لك. دفاع الاهلي مش هيقدر ان هو يتعامل مع هذه الايه الكرات، مش هيقدر يتعامل مع هذه الكرات بسهوله، لان الدفاع بتاع الاهلي فيه مشكله.